انا بقول لك وهذا من اسباب ضعف الدوري السعودي. لا هذا مش ضعف، مش ضعف، لا ضعيف. ضعف. شوف الدوري قبل موسمين، اسمعني في الجوله 20 فهد هي لغه الرقم تقنع من لا يقنع. شوف انا بس يعني دائما اقول انه اللي يقول الدوري ضعيف، طيب خذوه، اذا كانوا ضعيف خذوه، يعني ضعيف خذوه. طيب انا بقول لك وهذا من اسباب ضعف الدوري السعودي. لا هذا مش ضعف، مش ضعف، لا ضعيف. شوف الدوري ليس ضعيف. انا بقول لك وهذا من اسباب ضعف الدوري السعودي. لا هذا مش ضعف، مش ضعف، لا ضعيف. شوف اللي ما يطول العنب يقول عنه حامض. في ناس كثير السنة هذه من اللي يقولون كذا شايفين الدوري مرة حامض. انا بقول لك وهذا من اسباب ضعف الدوري السعودي. لا هذا مش ضعف، مش ضعف، لا ضعيف. شوف ضعيف. أنا أعتقد أنه هذه حجة أو سوقوها لكي يقللوا أو يخففوا من حدة وقع عليهم. انا بقول لك وهذا من اسباب ضعف الدوري السعودي. لا هذا مش ضعف، مش ضعف، لا ضعيف. شوف الدوري قبل موسمين، اسمعني في الجوله 20 فهد هي لغه الرقم تقنع من لا يقنع. شوف ايطالي ضعيف، ايش بقى في الدوري؟ ما عاد بقى احد، يعني بنظرتهم التشاؤميه الربع ما عاد بقى احد. على كل حال يمكن الدوري الهندي يمكن يكون قوي. هذا الله اسال يوسف اثنيان، هو اللي دائما يتابع الكره الهنديه. الله يمسيه بالخير ابو يعقوب ذاك بعض الحديث. اعود معكم.